صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 طبعا. زي كل يوم يا جماعة، احنا بنصحاش الصبح الا على يعني خدوا كده بقى الفصل الدراسي كله. الترم الاول والترم التاني، مش اول فصل الصيف وفصل الشتاء بقى. آه بنصحى الصبح نعمل اللانش بوكس. ما الحمد لله يعني. تمام. الإضاءة عليت لوحدها. اوكي، هنبدأ بالعصير عشان هو اتس اميزنج. وبرده يعني ايه، حلو قوي. الخلطة بتاعته هتعجبكم. يعني هو طبعا عصير جوافة في الاصل، وعليه بنجر وعصرة ليمون وحاجة بسيطة خالص من الكنتالوب. ما بياكلوش ابني ده، ما بياكلوش نهائي الكبير، فبجبره على اكله يعني، فاهمين؟ بس بطريقه ذكيه شويه، يمكن حاساه تقيل شويه بس هو حلو وطعمه جميل قوي. طعمه جوافه يعني، عشان كانتالوب ما كترتوش. طبعا ده الكرواسون اللي احنا عاملينه ده، انا حشيته. مش عارفه هيبان ولا لا. يب. وات ذات. اه، نسيت ان انا حطاهم سوا. اوكي، في نفس الكيسان. بصوا انا حاشياه، بصوا اتفرجوا عليه من هنا. حاشياه رومي مدخن. تمام. وده مش حشيه، يعني الاتنين فيهم جبنه رومي وجبنه، كنت مستخدمه جبنه حراقه كده، جبنه بالشطه كده. تمام. بس ده ساده، وده حطيت له اللي انا قلت لكم عليه. ده الشوكولاته معانا، كرواسون الشوكولاته. النهارده كل اليوم كرواسونات وحاجات. طبعا ده مربى توت. وطبعا اللي هو عشان مش بياكل الفواكه كتير قوي، او عايز موز اونلي يعني، فاهمين؟ انما اخوه بقى امور وجميل. ده كرواسون جبنه رومي، وده برضو بال اسمه ايه، مش عارفه باين ولا لا والله يا جماعه. بالرومي المدخن. اوكي. وكرواسون شوكولاته. وده الكنتالوب هو بيعشقه يعني، سبحان الله. طبعا هحط له ده عليه علشان خاطر لما اقفل اللانش بوكس يعني ما يتقلبش وما يحصلش اي حاجه ان شاء الله. اوكي. تمام. ما بقلقش قوي من الاكل مع سولي، ابني الصغير، لان هو اول ما بيدخل الكلاس على طول بيقولوا لهم افتحوا وكلوا وكده. طيب ايه تاني يا ربي؟ واخده له الشوكه ليه، وده يعني الاتنين مع بعض. يمكن ما يعرفش ياكل بالشوكه، ما مش عارفه، مع ان هي سهله، طبعا هي سهله اهي. اهي، فاهمين؟ بس اللي هو حبه برضو قلت كده. وهو معاه بنت خالته في الفصل بالمناسبه، ممكن اديله حبه صغيره زياده شويه، يمكن يحبوا ياكلوا سوا. يعني فاهمين؟ هحط ده كده والشوكه عليه. اوكي، تأمين يا جماعة. شوية تأمينات. المرة دي استخدمت الأكياس دي. حاسة انها هتخلي الكروسو يفضل طري. طبعا الصبح صحيت سخنته شوية بس كده. والعصير حكاية حكاية حكاية. ومش باين بتاتا ان هو اللون، بس يعني اللون ابني الكبير طبعا يعني هو عارف. بس طالما الطعم مش مؤثر فيه فمش بيدق قوي. بس كده. صباحكم فل. وربنا يجعل ايامنا كلها خير وسعاده، والشتاء داخل بقى الجميل ده. واكتبوا لي في الكومنتات بقى مين ودى ابنه في كسوف الشمس. وديت ابني الكبير، الصغير لا. هو اللي اصمم الكبير. وقلت له ما تبصش في الشمس، كنت خايفه ومرعوبه منكرش. بس الحمد لله هو فعلا ما بصش، بل ان هو كمان كان يعني بيقعد يقول لاصحابه لا وكده، لان انا خوفته قوي يعني، خوفته جدا. معرفش كان الموضوع فعلا بالرعب ده ولا لا، بس انا خوفته قوي. اما ابني الصغير فانا يعني هم لا طلعون بريك ولا بي اي ولا اي اكتيفيتي. يمكن هو بس انا ابني لو مش عارفه انتم متابعيني من زمان ولا لا، هو بيحب المسرح وبيعمل مسرحيات وحاجات كده. فهو دايما بيشترك في المدرسه، في الثقافه، وزاره الثقافه يعني الحاجات دي. ف يا رب يطلع اللي هو عايزه طبعا. ف فبس فعمل يعني الاكتيفيتي ان هو كان النشاط المسرحي او الاكاديميه اللي هو مشترك فيها المسرحيه بس. فبس كده، لكن ما طلعهمش بي ايه يعني، كله داخلي، مفيش حد خالص. انا كنت خايفه عليه لان الذروه كانت الساعه 2 وهو كان اوريدي في الباص بتاعه الوقت ده. بس هو ذكي، حتى في الكلاس قفلوا الستاير، يعني قفلوا الستاير عشان ما حدش يبص بقى. بس الاولاد اكيد يعني بتحكي لي حكايات كده. المهم، ربنا يستر علينا جميعا يا رب. ليه حطيت الليمون؟
بصوا لونه، بصوا لونه والله لونه جميل جدا. ليه حطيت الليمون؟ هغسلها من فوق دلوقتي. حطيت الليمون علشان يطلع الحديد، يظهر الحديد اكتر، ويكون قوه امتصاصه يعني يمتصه الجسم بقوه اكتر. تمام كده على قد ما انا فاهمه يعني. فانا مستنيه الفراوله قوي يا جماعه، مستنياها جدا. لان ممكن برضو يقول يا مامي ليه طيب مش حابب وكده، فربنا يستر. ادعولي ادعولي. باي باي. بجد اكل الامهات السريع. بصوا مكرونه واسمه ايه ده، وفراخ، وهحمرها وشوربه وكده تمام جدا. طبعا بصوا انا مجهزه الصلصه، يعني انا بحاول ان انا اعمل اي حاجه. حتى البصلايه اللي حطيتها هنا، اخترت بقى البصلايه المفرومه، والله ما قطعت بصل. سوري بقى الشاشه هتتعمل خالص. فراخ ومكرونه في ثواني بجد والله. طبعا المكرونه هنا دي مكان السلق. حتى الحلل يا جدعان بصوا، بس اختار اي حاجه في اسهل حاجه. طبعا انا حاطه ملح فلفل وسكر، واحط سنه شطه عشان الولاد بيحبوها، شطه حمراء. فانا اروح اجيبها واجي. طبعا ده اللي باقي من العلبه دي، بس كانت علبه مليانه يعني. وعندي برطمان بقى صغير برضو لسه هعمل تاني، لان الشطه دي تحفه يا جماعه. بصوا يعني جميله جدا، بس مغمده قوي، مغمده قوي قوي يعني. قلبتها على ظهرها كده، بحاول ان انا اطلع منها قطعه يعني. وفي برطمان دي شطه ساده من غير صلصه. البرطمان فيه صلصه مامتي اللي عاملاه لي، ربنا يخليه لها، ربنا يخليها لي يا رب. لكن دي شطه ساده صرف يعني كده. بزودها شويه ملح وخلاص. او ممكن على فكره ما ازودهاش ملح يا جماعه، انا بحطها في الفريزر، فبالنسبه لي ما هياش بيج ديل يعني ان انا احط عليها ملح او حاجه. مش هيحصل لها حاجه، دي هي مجمده يا جدعان، مش عارفه اخرج منها حاجه. ما بحطهاش خالص في التلاجة علشان بخاف منها بصراحه. لا دايما احطها في الفريزر. بس المره دي برضو عملت حركه المفروض ان انا ما تعملش. الظاهر سبتها فتره بره التلاجة ففساحت، وده اكبر غلط يا جماعه. مفيش اي حاجه المفروض انها تسيح وتتجمد تاني. اي حاجه، اي مأكولات في الحياه غلط يعني. هي الحاجه اللي تتجمد لا خلاص يعني، فاهمين؟ وخصوصا بقى الخضار المجمد والحاجات دي. بس برضو دي غلط يعني، ده غلط غلط. بس يعني هعملها بقى واحاول افك منها قطع صغننه كده واحطها في الاكل. بصوا عشان احنا جامدين بس. عرفت طبعا يعني ايه بموهبتي في التكسير. هاخد الحته دي بس، كفايه قوي 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 قوي. واحطها هناك في الصلصه كده. بصوا واسيبهم بقى ايه يهزروا مع بعض كده، وهروح اصلي العصر. طبعا احنا عارفين مقدما ان دي صلصه مفيش طماطم في الحياه لونها كده اساسا. دي صلصه بالبنجر اهو، منها فايده يعني. حاولت العصير طبعا ابني الكبير زي ما قلت لكم، ابني الكبير ما شربوش، الصغير عاجبه جدا. فسبحان الله يعني، كنت خايفه من العكس. سبحان الله. بصوا اللون جميل قوي. نفسي اوريه لكم بجد. اللون هنا مش باين ابدا. انا هتجنن واعرف يمكن لما اقفل بصوا لا ولا كده برضو يا جماعه، مش عارف. بصوا لون غامق جدا، لون مايل للنبيتي، فانا مش عارفه ايه اللون اللي ظاهر لي ده. ماشي نشوف هنعمل ايه بقى. بصوا بقى السلطه، عملت سلطه كده فيها شويه بنجر. تمام. بحاول والله اكله لهم، ما اكلوهوش. انا عن نفسي لازم اكل بنجر شويه عشان الحديد برضو. طماطم بقى، بصل، جرجير، وفلفل حراق وخيار. يعني سلطه حلوه كده زي ما انتم شايفين. حطيت ليمون وملح وخل يعني. ومفروض شويه سكر، بس انا مش عايزه سكر بصراحه. هو المفروض شويه سكر يعني، بس انا مش عايزه احط سكر الصراحه يعني. تمام. طبعا خلصت كده، خلطتها وهحطها بقى في الطبق بتاعها. نحاول بس طبعا نزلت اللون وكل حاجه. هحطها بقى في الطبق بتاعها الاساسي ده يعني. وايه نحاول ما نوقعش بره، نحاول عشان ما نقعدش ايه. تمام. بس كده شكلها جميل قوي والله. السلطه شكلها تحفه. مش عارفه انتوا شكلها. بحب انا السلطات اكتر من الاكل. مش معنى كده ان انا خاسه، بس انا بحب السلطات عموما يعني. شكلها لذيذ والله. الفلوس. معلش ثانيه واحده. دايما بحب احط الباقي، اي باقي يجيلي كده من هنا يعني. هخلص بقى الاكل بتاع الولاد الاول. خلاص دي خلصت. تمام. كلوني يا جدعان، ده غير الطعم والله. والله ما مجامله يعني.
فخلاص هخلص الاكل، وادي الفراخ بتاعتهم بتتحمر، وادي الشوربه. تمام. بس هحط الاطباق بقى وايه وكده. تمام.